يا هلا بالعوده، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قررت ان انا اعمل الفيديو ده لثالثه ثانوي عشان يعرفوا ازاي يلموا متراكم عليهم، وكمان خاصه ان احنا خلاص داخلين على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وكمان يعني اكيد في حاجات كتير جدا متراكمه عليكم في كل المواد، فالجدول ده باذن الله هيلم لكم كل حاجه وهيلم لكم الدنيا، وكل المواد باذن الله هتكون سهله معاكم وهتكونوا داخلين رمضان كده مش مراكمين اي حاجه عليكم. كمان انا عارفه ان في ناس كتير منكم هينزلوا دروس كده كده في رمضان، وفي ناس طبعا عامله دروسها اونلاين. فبالنسبه للناس اللي هي تنزل دروسها في رمضان، فانا عارفه ان الجو ده يبقى صعب عليكم شويه، وخاصه في الصيام. وكمان المذاكره هيبقى نظام جديد، وهيكون في تحديات كتير جدا جدا عليكم، وهي ازاي تختاروا روتين المذاكره بتاعكم في رمضان، وازاي تذاكروا كويس في رمضان عشان تطلعوا كده من رمضان مش مراكمين اي حاجه عليكم، وكمان كل حاجه تمام في المواعيد. حبيت الفت انتباهكم جدا للنقطه دي عشان تبقوا داخلين كده مستعدين لرمضان. وكمان عاوزاكم تشوفوا الفيديو اللي انا سيبه لكم في اول كومنت. الفيديو ده هيبين لكم ازاي تذاكروا في رمضان، وازاي كمان تختاروا الروتين المناسب ليكم من المذاكره بتاعتكم، وازاي كمان تطلعوا باكبر استفاده في رمضان. قبل ما نبدا الفيديو والجدول بتاعنا، عاوزاكم تنزلوا الاول تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو ده عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، واكتبوا لي كومنتات جميله لانها بتفرحني جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه عملتها واني جبت الكشكول زي ما انتوا شايفين كده، وجبت كمان الماركر، وجبت كمان الاقلام بتاعتي اللي هكتب بيها، وخاصه لازم تكون اقلام ملونه عشان ايه تشجعنا كده وتخلي كل حاجه بلون مختلف. ويا ريت انتوا كمان تجيبوا الماركر بتاعكم، وتجيبوا كمان الاقلام بتاعكم، وتجيبوا كمان الاقلام الملونه والمسطره والقلم الرصاص عشان تعملوا الجدول ده معايا، عشان يبقى قدامكم كده على المكتب دايما وانتوا رايحين تذاكروا كل يوم في الماده اللي انتوا هتذاكروها، يكون الجدول معاكم كده ويحفزكم. لان شكل الجدول وشكل الستيكي نوت الجميله التحفيزيه اللي انا هكتبها معاكم في الفيديو ده، واللي انتوا كمان هتكتبوها معايا، لان الستيكي نوت دي انتوا اللي كاتبينها، فبالتالي هتخلي جواكم حافز داخلي كده وشغف للمذاكره، وانتوا رايحين تذاكروا كل يوم الحاجه اللي عليكم في الجدول، هتخلي قدامكم كده الحافز والشغف، وان انتوا كمان تتحدوا نفسكم وتخلصوا الجدول ده وتلموا كل حاجه متراكمه عليكم. والجدول بتاعنا ده هيكون عباره عن اسبوع، وانا عارفه طبعا ان انتوا عندكم 5 مواد بس، ولكن الاسبوع ده انا عملته نلم المتراكم كله فيه، عشان اكيد يعني في حاجات كتير جدا متراكمه مش هنعرف نلمها في يوم او يومين، فاحنا عاوزين اسبوع كامل نلم فيه المتراكم كده ونركز على كل حاجه واقعه مننا. بدات طبعا اكتب العنوان، هتكتبوا طبعا العنوان كده وتعملوا الوان محفزه كده في الجدول، وبعدين على طول هتبداوا في الجدول بتاعكم وتعملوا 7 خانات بالمسطره والقلم الرصاص، 7 خانات لل7 ايام بتوع الجدول بتاعنا اللي هنلم فيهم كل المواد. وهبدا معاكم في اول ايام الجدول، وانا عارفه كويس طبعا ان ايدي بتظلل على الكلام وانا بكتب، وكمان دي حاجه مش بايدي لاني طبعا بكتب بسرعه في قلب الفيديو، ولكن في اخر الفيديو هسيب لكم الجدول كامل تقدروا ان انتوا تنقلوه او تاخدوه سكرين شوت. واليوم الاول معانا في الجدول هيكون معانا ماده العربي، نحاول نلم كل حاجه متراكمه علينا في العربي، وكمان نحل على النصوص والقراءه والنحو، لانهم بيجي عليهم اسئله كتير جدا، وخاصه النصوص والقراءه بيجي عليهم اسئله غير متوقعه زي ما احنا كلنا عارفين. فنحاول ان احنا نلم الحاجات المتراكمه علينا في النحو ونذاكر كويس جدا ونشوف شرح ليه، وكمان نحل كتير على النصوص والقراءه في اليوم الاول. واليوم الثاني برده هنخليه للعربي، لان العربي فروع كتير جدا زي ما احنا كلنا عارفين. وفي اليوم الثاني نحاول نحل تدريبات كتير جدا على الادب والنحو، لان الادب طبعا اكيد مراكمين حاجات كتير فيه، ولانه بيحتاج حفظ بحت فاحنا لازم نحفظ كتير جدا في الادب، وكمان النحو لازم نسمع له فيديوهات شرح كتير جدا، ونحاول نحل كتير جدا على النحو لانه كتير وكمان عايز يتحل عليه كتير جدا. اليوم الثالث معانا في الجدول هنحاول نلم فيه المتراكم علينا في الفيزياء، لان الفيزياء طبعا زي ما احنا عارفين فصولها كتير جدا وعاوزه حل على كل فصل، ولازم نحل كتير جدا للفيزياء ونذاكر القوانين كويس جدا، فهنخلي اليوم الثالث نراجع فيه على الفيزياء ونحل كتير جدا على الفصول. ولان الفيزياء بتحتاج شرح وفهم كتير جدا، فانا هسيب لكم في اخر الفيديو ده مدرسين بيشرحوا الفيزياء كويس قوي، وكمان قنوات عمركم ما سمعتوا عنها، او يعني سمعتوا عنها بس انتم مش متابعينها او واخدين بالكم منها، هتلم لكم كل حاجه متراكمه عليكم في الفيزياء باذن الله. وبالنسبه لليوم الرابع معانا في الجدول، فاحنا هنراجع فيه الاحياء، وهنلم كل حاجه متراكمه علينا في الاحياء، وهنحل على كل فصل، لان الاحياء طبعا محتاجه حفظ كتير جدا ومحتاجه فهم وتطبيق كتير جدا برضه، فاحنا عاوزين ندي لها وقت كبير جدا خلال اليوم ده، ونحاول نجيب كل حاجه واقفه علينا ونجيب لها شروحات او فيديوهات، وكمان نبدا نجيب اي كتاب خارجي معانا للاحياء ونحل على كل فصل احنا راجعناه كويس، وكمان نكتب في ورقه خارجيه معانا او كشكول خارجي كل التريكات وكل الاسئله الجديده اللي هي قابلتنا في الفصول دي، لان الكشاكيل او الحاجات اللي احنا بنكتبها او اللي احنا بنراجعها واحنا بنذاكر بتكون جميله جدا وبتساعدنا جدا واحنا بنراجع بعد كده. اليوم الخامس معانا طبعا وهنراجع ونلم فيه المتراكم علينا في الكيمياء، لان الكيمياء طبعا عليها فصول كتير جدا والفصول بتاعتها معظمها طويله، وخاصه طبعا ان احنا كلنا بدانا اكيد في العضويه، او في ناس خلصت العضويه واكيد في حاجات كتير مش فاهمينها او حاجات كتير متراكمه عليكم، فانتوا هتبداوا تحلوا كتير جدا على اي فصل، وخاصه على العضويه لانها طويله وبتحتاج فهم كتير جدا وحفظ للمعادلات. زي ما قلت لكم هتراجعوا على العضويه او اي فصل انتوا عاوزينه او اي حاجه متراكمه عليكم، وتبداوا على طول تجيبوا اي كتاب خارجي معاكم وتبداوا تحلوا كتير جدا، لان الحل بيوضح لكم انتوا فهمتوا او ذاكرتوا كويس ولا لا، وكمان الحل بيثبت لكم المعلومات. اليوم السادس معانا في الجدول وهنلم ونراجع فيه ماده الفيزياء، لان الفيزياء زي ما قلت لكم فصولها كبيره جدا وطويله واكيد محتاجه فهم كتير جدا وتطبيق اكتر، عشان كده اديتها يومين في الجدول ده، حطيت لها اليوم الثالث واليوم السادس عشان نعرف نذاكرها كويس ونلم كل حاجه متراكمه علينا فيها. واكيد كتير جدا منكم مراكم حاجات كتير جدا في الفيزياء، عشان كده عاوزين نحل كتير جدا على كل فصل فيها ونذاكر اكتر، وكمان نلخص القوانين كده عشان تكون معانا، عشان برضو نستفيد منها، عشان معظم القوانين بتبقى متشابهه، فاحنا عاوزين نحفظ القوانين بطريقه كبيره
كبيره جدا عشان القوانين كده تكون ثابته معانا وما نتلخبطش فيها. اليوم السابع والاخير معانا في الجدول وهنذاكر فيه ماده الانجليزي وهنلم كل حاجه متراكمه علينا في الانجليزي، كل بقى الوحدات اللي موجوده في الانجليزي عاوزين نراجعها كويس جدا ونلم بقى المتراكم علينا في الوحدات سواء كلمات او قطع او جرامر، وكمان نعلي السكيلز بتاعتنا في الانجليزي ونحفظ كلمات خارجيه كتير جدا لانها تعلي مستوانا طبعا في حل القطع وكمان كتابه الايساي، لان الكلمات اساس الحل في الانجليزي، ولو انت حافظ كلمات بتعرف تحل اكتر او بتعرف تترجم السؤال وتوصل للاجابه الصح. وبالنسبه للجرامر حتى لو انت كنت فاهم الدرس بس انت نسيته فانت محتاج تشوف الشرح تاني ومحتاج تشوف فيديوهات بتشرح تاني ومدرسين بتشرح، عشان كده لازم تشوف مدرسين كتير بيشرحوا للجرامر وكمان الانجليزي بوجه عام عشان وانت بتذاكر يكون الحفظ بالنسبه لك سهل كده، وخاصه وانت فاهم بيكون الحفظ بالنسبه لك اسهل بكتير. نيجي بقى لاهم صفحه في الجدول بتاعنا وهي الصفحه اللي قبل الجدول بتاعنا على طول، والصفحه دي هنكتب فيها كل المواد اللي علينا وكل حاجه متراكمه علينا في المواد. هنبدا نكتب في الصفحه دي كل حاجه متراكمه علينا في المواد ماده، يعني اول ماده مثلا هنكتب المتراكم علينا في العربي، تاني حاجه هنكتب المتراكم علينا في الفيزياء، تالت حاجه هنكتب المتراكم علينا في الاحياء، ورابع حاجه هنكتب كل حاجه متراكمه علينا في الكيمياء، وخامس حاجه خالص هنكتب كل حاجه متراكمه علينا وكل الوحدات المتراكمه علينا في الانجليزي. وبعد ما نكتب الصفحه دي ونكتب كل حاجه متراكمه علينا في ماده هنعرف كل الفصول وكل المواد اللي احنا مقصرين فيها او الحاجات اللي هي واقعه مننا، هنعرف كويس نحطها في الجدول بتاعنا ازاي وازاي نلمها ونلم كل حاجه متراكمه علينا. وزي ما انتم شايفين الصفحه دي مهمه جدا جدا وتعرفكم انتوا واقفين فين بالظبط وايه اللي واقف عليكم وايه الحاجات الصعبه عليكم واللي انتوا هتدوها مجهود اكتر او تركيز اكتر. نيجي بقى لاهم جزء معانا في الفيديو بتاع النهارده وهو ازاي هنلم المواد المتراكمه علينا والفصول المتراكمه علينا في كل ماده. نيجي لاول ماده معانا في الجدول بتاعنا وهي العربي. العربي طبعا زي ما قلت لكم فيها حاجات كتير جدا عاوزه تتفهم وخاصه النحو، وما ينفعش تلم الحاجات المتراكمه عليك في العربي زي النحو مثلا من غير ما تشوف فيديوهات شرح ليها. واول قناه تقدروا تفهموا منها العربي والنحو والادب وكمان البلاغه وهي قناه مستر رضا الفاروق، عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي بتشرح النحو والبلاغه وكمان عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي بتشرح الادب وبتراجع عليهم كمان. وهتلاقي مستر رضا الفاروق منزل مراجعات شامله على النحو بتاع ثالثه ثانوي كامل وكمان البلاغه وكمان الادب، بيراجع مراجعه شامله وكمان بيحل في نفس الفيديو، فهتلاقي نفسك بتحل وتراجع في نفس الفيديو. تاني قناه معانا في الفيديو ده بتتكلم عن العربي او بتراجع في العربي كتير هي قناه مستر عبد الله الشهاوي، القناه عليها شروحات كتيره جدا. وبرده ثالث قناه معانا هي قناه بسطتها لك لمستر محمد صلاح، القناه دي جميله جدا جدا وعليها برده شروحات كتير جدا وطبعا غنيه عن التعريف. ورابع قناه معانا هي قناه الخطه التعليميه ودي طبعا لكل المواد، على شرح للعربي وعلى شروحات برضو للكيمياء والفيزياء والاحياء وكمان الانجليزي. تاني ماده معانا في الجدول النهارده وهي الفيزياء، وطبعا الفيزياء محتاجه فهم كتير جدا وتطبيق اكتر عشان كده جبت لكم 3 قنوات هيحل لكم مشكله الفيزياء. اول قناه معانا هي قناه مستر محمود مجدي والقناه عليها عدد كبير جدا من الشروحات والمراجعات لكل الفصول. وكمان تاني قناه معانا هي الدكتور في الفيزياء والقناه برضو عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والشروحات والمراجعات للفيزياء. وكمان تالت قناه معانا هي قناه مستر حسن ماهر. في ناس كتير ما تعرفش قناه مستر حسن ماهر ولكن القناه دي جميله جدا، انا شخصيا كنت بستفاد منها لما كنت في ثالثه ثانوي، والقناه عليها عدد كبير جدا من الشروحات والمراجعات والاسئله كتيره جدا على كل فصل، فتقدروا تستفيدوا وتفهموا وتطبقوا على الفيزياء من ال3 قنوات دول. وكمان لازم تحلوا كتير جدا في الفيزياء زي ما قلت لكم لان الفيزياء محتاجه حل كتير جدا وحفظ القوانين كويس قوي. رابع ماده معانا النهارده في الجدول بتاعنا وهي الاحياء، وطبعا الاحياء زي ما قلت لكم محتاجه فهم كتير جدا وتطبيق وفهم للجزئيات والاسئله ازاي بتيجي على الفصول، فعشان كده هنحتاج برضو 3 قنوات معانا هرشحها لكم في الفيديو ده. واول قناه معانا هي قناه دكتور احمد الجوهري، القناه عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات وكمان عليها عدد كبير جدا من المراجعات والحل الكتير فهتستفيدوا منها في الحل والمراجعه. وتاني قناه معانا هي قناه دكتور محمد ايمن، قناه عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والمراجعات تقدروا ان انتوا تستفادوا منها وكمان عليها شروحات كتير جدا. وكمان تالت قناه معانا النهارده في الفيديو ده هي قناه مستر سامح احمد، عليها برضو شروحات كتير جدا وكمان مراجعات حلوه قوي ممكن تستفادوا منها. فاي درس متراكم عليكم او اي فصل متراكم عليكم في الاحياء ممكن تشوفوا له مراجعه شامله على ال3 قنوات دول وباذن الله هتلموا كل حاجه متراكمه عليكم في الاحياء. رابع ماده معانا النهارده في الجدول بتاعنا وهي الكيمياء، والكيمياء طبعا زي ما انتم عارفين انها فيها معادلات كتير جدا وفيها كمان قوانين كتير جدا ومحتاجه فهم المعادلات والقوانين، عشان كده النهارده في الفيديو ده هرشح لكم 3 قنوات هيلم لكم الكيمياء وهيلم لكم كل حاجه متراكمه عليكم فيها. اول قناه معانا النهارده وهي قناه مستر خالد صقر، القناه عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والمراجعات تقدروا ان انتم تلموا كل الفصول المتراكمه عليكم من القناه دي. ثاني قناه معانا هي قناه دكتور عبد الله حبشي وعليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والمراجعات للفصول. وثالث قناه معانا هي قناه مستر محمد عبد الجواد وعليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والشرح للفصول بتاعه الكيمياء. وكمان قناه مستر محمد عبد الجواد عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي بتحل اسئله وكمان هتستفيدوا منها كتير جدا في التريكات الجميله اللي موجوده على القناه. خامس ماده معانا النهارده في الجدول بتاعنا وهي الانجليزي، وطبعا الانجليزي زي ما قلت لكم محتاج مذاكره كتير جدا والسكيلز بتاعتنا لازم تعلى، عشان كده هرشح لكم قنوات تساعدكم ان انتوا تعلوا مستواكم في الانجليزي وكمان تعلي السكيلز بتاعتكم. واول قناه معانا هي قناه انجليشاوي والقناه دي عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات وبتنزل شرح باستمرار. تاني قناه معانا هي قناه مور انجلش لمس مي مجدي، قناه مس مي دي عليها عدد كبير جدا من الشروحات والمراجعات هتفيدكم
هتفيدكم جدا برضو، وهتعلي مستواكم في السكيلز بتاعت الانجليزي. وبكده الحاجات اللي انا رشحتها لكم دي هتلم لكم كل الحاجات المتراكمه عليكم، وخاصه في المواد العلميه زي الكيمياء والفيزياء والاحياء. وبكده هتلموا كل حاجه متراكمه عليكم، وهتوفروا على نفسكم وقت كبير جدا، ومش هتقعدوا تدوروا على المعلومات كتير جدا او هتدوروا على مصادر الشرح، وهتلاقوا كده كل حاجه سهله بالنسبه لكم. عاوزه اقول لكم ان كل حاجه متراكمه عليكم محتاجه مجهود منكم كمان، ومحتاجه كمان ان انتوا تنظموا وقتكم وتنظموا نومكم، وتصحوا كده ناويين باذن الله ان انتوا هتبداوا في الجدول ده من اول يوم لاخر يوم، وتخلصوا كل حاجه كده. وكل ما تخلصوا ماده اتعلموا عليها في قلب الجدول، ده هيحفزكم جدا وهيديكم دافع لقدام ان انتوا تخلصوا كل الايام وكل الحاجات المتراكمه عليكم في المواد. وما تستسلموش، ولسه بدري خالص، يعني ما تقلقوش لو انتم متاخرين او كده. فلو بداتوا الوقت مش هتبقوا متاخرين خالص، وهتلحقوا تخلصوا كل حاجه متراكمه، وكل حاجه انتوا واقعين فيها هتلحقوا تلموها. فما تقلقوش خالص، واستمروا كده، وخلي عندكم شغف وخلي عندكم حماس كده، واستمروا لان احلامكم تستاهل. ايا كنت الوقت بتشوف الفيديو ده امتى وازاي، او حالتك النفسيه عامله ازاي، انا عاوزه بس اقول لك انك لازم تبدا، وانك لازم حتى كمان تبذل مجهود، وربنا شايف مجهودك وشايف تعبك وشايف سهرك وشايف الدروس اللي انت بتاخدها، وشايف قد ايه انت بتتعب وقد ايه انت مكمل رغم كل التعب اللي انت فيه. وكمان هيعوضك خير عن كل تعبك ده وعن كل سعيك ده باذن الله، وهتخش الكليه اللي انت عاوزها. ولكن لازم تسعوا عشان احلامكم دي، وعشان تحققوا كل احلامكم فلازم تسعوا عشانها وتحققوا كل الحاجات اللي انتوا عاوزينها بالسعي، عشان السعي ده هو اساس اي نجاح في الحياه. مفيش حد بينجح غير لما كان بيسعى ويتعب ويجتهد وكمان يضحي عشان احلامه دي. وسواء شفت الفيديو ده متاخر او لا، فابدا على طول اول ما تشوف الفيديو ده انك تنفذ الجدول اللي موجود فيه، لان الجدول ده هيفرق معاك جدا وهيفرق في نفسيتك ويحفزك اكتر ويحسسك كمان بالثقه بنفسك، وان انت قادر تلم كل حاجه وتذاكر اكتر وتستمر في الطريق ده. ابدا على طول في الجدول ده كل يوم، وكمان حاول ان انت تلم كل حاجه متراكمه عليك، وابدا على طول حدد الحاجات اللي متراكمه عليك والفصول المتراكمه عليك في كل ماده عشان تبدا فيها على طول، وتبدا تجيب لها الفيديوهات الشرح من على القنوات اللي انا شرحتها، وابدا على طول ذاكر فيها، وباذن الله ده هيفرق جدا في مستواكم. واي ماده برضو انت حاسس انها تقيله عليك في المذاكره او انت مستواك وحش فيها، ابدا على طول برضو ذاكرها بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها، شوف لها فيديوهات شرح كتير جدا وحاول تحل كتير جدا عليها، وتحس باذن الله ان مستواك بدا يتغير فيها ويتحسن. وباذن الله في نفس الوقت ده من السنه الجايه هتكونوا باذن الله محققين كل احلامكم وموجودين في الكليه اللي انتوا حابينها، وباذن الله هتحققوا كل احلامكم، فما تقلقوش وربنا يكرمكم كلكم. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكلامي اثر معاكم، وعرفتم كمان الطريقه اللي هتلموا بيها كل الحاجات المتراكمه عليكم، وتحفزتم كده ان انتوا تلموا كل حاجه متراكمه عليكم، وتشجعتم اكتر ان انتوا تبداوا تاخدوا الخطوه دي. اعملوا لايك للفيديو ده، وكمان اعملوا شير مع اصحابكم، وكمان اكتبوا لي كومنت جميل عشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوز اكتر، واكتبوا لي في الكومنتات عاوزين الفيديوز الجايه تكون عن ايه. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.